السلام عليكم. في هذه الحلقة غنشوفوا فيلم مليء بالتشويق والإثارة بعنوان ريفولفر. من بعد 7 سنين ديال السجن كيتم الإفراج على المقامر جيك من منطقة كوكني. بعد عامين من إطلاق السراح ديالو كيمشي برفقة الأخ لأحد أشهر الكازينوات في المنطقة من أجل استرجاع أموال اللي كانوا كيتسالوها لصاحب واحد الكازينو. زعيم الجريمة دوروتشي ماشا تجاهل النصيحة ديال الحارس الشخصي بول. دوروتشي سمح لجيك بالمشاركة في اللعبة. أثناء الصعود ديالو كيتردد جيك في استخدام لاسانسور بسبب عنده فوبيا من الأماكن الضيقة. بالرغم من ذلك الحراس كيقولوا له أنه خاصهم يطلعوا 20 طبقة. في هذه اللحظة كيضطر يستخدم المصعد في اللحظات اللي كيقاوم حالة الخوف. انا ديال جيك ضد لاعب اخر على الطاوله كيخسر، لكن هاد الخساره كانت مقصوده باش تنجح الخطه ويعطي الماتشا احساس بالامان. ولكن في التالي كيربح الرهان هاد المره. بيلي وجيك كيحاولوا يخرجوا بسرعه لمغادره الكازينو بالحقائب ديالهم اللي فيها الفلوس. اثناء الخروج ديالهم كيوقفهم شخص الاسم ديالو زاك وكيقول لهم انهم في خطر ويقدر يساعدهم، وكيعطي لجيك واحد البطاقه. جيك كيفقد الوعي. ديك البطاقه كان مكتوب فيها استعمل المصعد. في اللحظات اللي كيتم نقل جيك للمستشفى ماتشا كيبان عليه القلق والتوتر مع بول. ماتشا كيظن ان جيك باغي ينتقم من بعد 7 سنين ديال السجن، وهاد اللحظه كيامر بول بتوظيف افضل قاتل ماجور باش يتهنوا منه. في المستشفى جيك يقولوا له انه ما كاين سبب واضح للاغماء ديالو. بعد الفحص الاولي كنصحوه بالعوده للبيت ديالو. اثناء العوده ديال جيك مع الحراس ديالو للمنزل مجرد الوصول ديالهم كيتم اطلاق عليهم النار، وجيك كيتمكن من تفادي الاصابه بسبب البطاقه اللي لقاها على الارض امام الباب. في اللحظه اللي خداها كيحاول الهروب بالسياره، لكن السائق كيتعرض للاصابه، ولحسن الحظ كيوصل زاك في الوقت المناسب وكينقذو وكيمشي به بعيد من مكان الحادث. القاتل المأجور سورتر تفاجأ كيفاش اخطا الاصابه ديال جيك لانه قناص محترف، وكيظن باللي كان شي واحد اللي حضر جيك من العمليه. ملي غيواجه ماتشا بالخبر غيقوم بالتوبيخ ديالو والتقليل منه. وفي هذا الاثناء زاك كياخذ جيك لمقابله الشريك ديالو افي اللي تمكن بطريقه من الحصول على الملف الطبي ديال جيك. كتخرج نتائج الفحص الطبي. جيك كيبان انه مصاب بمرض دموي نادر غيكون سبب في الوفاه ديالو في ظرف 3 ايام. كيقترحوا على جيك الحمايه ديالو مقابل شرطين غير قابلين للتفاوض اللي هما يعطيهم جميع الاموال ديالو وينفذ المتطلبات ديالهم بما فيهم الاجابه على جميع الاسئله. كيغادر بدون تردد لانه عارف انهم كيحاولوا الخداع ديالو. كيمشي للمستشفى وكيتفاجئ بنفس النتائج، ولكن كيظن ان المختبر تم الارشاء ديالو من طرف زاك. جيك كيطلب الراي ديال الطبيبه الخاصه ديالو اللي عطاتو نفس التشخيص. بعد التهديد بالسلاح تاكد انه ما تمش الارشاء ديالها. في الاخير كيقتنع جيك بانه ما عندوش خيار ثاني. من بعد ما سحب الاموال ديالو من البنك كيرجع باش يقبل العرض ديال زاك وافي. اثناء اللقاء ديالهم في جوله قصيره افي كيشرح بلي عندهم قرض ربوي وغيستخدموا الاموال ديالو لهاد المهمه. بعد زياره اولى عامل ليهم لتسليم المال المال كيطلب من جيك يعاود له على كل شيء وعلى الوقائع ديالو مع ماتشا. كيقول له بلي ماتشا كان عنده 3 رجال كيخدموا عنده والاسم ديالهم تولاتي ايدي. هاد تولاتي كيمشي منهم لاعب الورق الخاص بهم واللي كان محترف قبل واحد الرهان كبير، وكانوا كيعرفوا بلي جيك لاعب محترف واتصلوا به باش يعوض مكان الصديق ديالهم. مع بدايه اللعبه المتواجدين على طاوله القمار بداو باهانه جيك واللي ما قبلش التصرف، وكانت ردة فعل متبادله بالاسلحه. جيك تم الاستجواب ديالو من طرف الشرطه. تم التهديد ديالو بنت الاخ، الشيء اللي ادى لمقتل زوجة الاخ ديالو ملي حاولت حمايه بنتها. بالرغم من التهديدات جيك ما قالهمش بلي ماتشا هو منظم اللعبه. من بعد تم الارسال ديالو للسجن لمده 7 سنوات. بعد زياره عدد من العملاء زاك ارسل جيك للاقامه في فندق باش يرتاح. وفي هذا الاثناء زار ماتشا بول زعيم الجريمه سام جولد اللي كيعتبروه شخصيه مثاليه. الهدف ديالو جميع زعماء الجريمه. تلاقاو مع ليلي ووكر من بعد ما رفض جولد مقابلتهم واللي وافقت على صفقة التخلص من جيك، وحذراتهم من ان جولد ما كيعطيش فرصة ثانية وما كيبغيش الشهرة وكيخدم بسرية تامة. من بعد جيك كيعطي لزاك وافي كمية كبيرة من المال، واثناء لاعب الشطرنج مع افي سولو على الوقت ديالو في السجن وكيفاش كيدوزو. جيك دوز 14 عام من السجن في الحبس الانفرادي. الزنزانه ديال جيك كانت وسط 2 زنازين، واحد استاذ في الشطرنج والثاني نصاب. دوز وقت طويل في السجن. هاد 2 رجال ما كانش تواصل مباشر، ولكن بطريقه اخرى عرفوا كلشي على بعضهم. في هاد ال5 سنوات الاولى من عقوبه جيك كان التواصل بين هاد الثلاثي عبر الرسائل المكتوبه كتب المكتبه. جيك تعلم منهم طريقه للفوز باي لعبه. هاد 2 المساجين تخطوا الهروب من السجن ووعدوا جيك باش ياخذوه معاهم، لكن اثناء المغادره ديالهم هربوا بدون العلم ديالو. من بعد عامين ديال السجن تم اطلاق سراح جيك، واللي اكتشف دوك المساجين سرقوا له جميع الاموال ديالو وخلوا له رساله فيها
يمكنك أن تكون أكثر ذكاء إذا لعبت مع خصم أقوى. جيك بدا باستخدام ديك الطريقة اللي تعلم في الحبس لتحقيق ثروات مالية مجموعة من الكازينوات. مع الوقت استمر جيك في زيارة الفقراء وكيعطيهم بعض من الأموال ديالو، وكان متسامح ومتعاطف مع اللي كيشوفو محتاج. وبنفس الوقت زاك وآفي قاموا بربط شاحنة بحائط باش يسحبوا ويحطموه اللي ساعدهم باش يسرقوا الخزنة من الجانب الآخر. الخزنة كان فيها الغبرة وعد بها ماتشاليلي، وملي اكتشف السرقة رسل بول باش يحل المشكل بأي ثمن. اللورد جون مشى عندو بول للمقابلة ديالو اللي وافق على تزويدهم بالممنوعات بسعر مبالغ فيه. وفي هاد الأثناء توجه كل من جيك وزاك وآفي للوطيل فين غيتم التبادل. تمكنوا من ثقب الحائط من بعد ما قاموا بتسلل الغرفة المجاورة بطريقة غير مباشرة، واللي غيقوموا بتسريب غاز مخدر اللي خلى رجال ماتشا وجون يغيبوا. من بعد سرقوا الأموال والمخدرات ووهموا الطرفين أن جون سرق ماتشا. جيك جا اتصال من بيلي اللي قال له ان زاك وافي خطر عليه لدرجه ان حتى كود ما غاديش يتابعهم اللي خاص يبعد منهم. جيك ما سمعش لبيلي ورجع للعمل وطلب منه افي اطلاق النار على عميل اللي كان خايف. جيك رفض يتيري وحاول عوض من ذلك اطلاق النار على افي، لكن الفردي كان خاوي. وفي لحظه اللي كيفاجئ افي بضربه في الراس على غفله واللي خلاته يفقد الوعي. من بعد زيارة بيلي والابنة ديالو خلالو فردي في حالة تحتاجو. كيمشي يجي كيشوف الطبيب اللي كيأكد ليه ان التشخيص كان خاطئ وباللي راه بصحة جيدة، وباللي انه ما عنده حتى مرض اللي عضوي اللي يقدر يخاف منه. كيحاول يتصل بافي للحصول على اجابات، لكن افي كيقول له خاصك تسنى. وفي نفس الوقت كان بول كيجمع المعلومات، كيبان له اسم جيك في جميع المشاكل اللي كيواجهوها الرجال ديالو. في هاد اللحظة ماتشا كيعطي الامر باش يقتلوا جيك. ملي كيرجع جيك للوطيل كيلقى افي وزاك في الانشدار ديالو وكيحذروه من ان رجال ماتشا اللي كيتسناو داخل الغرفه. كيهرب جيك وكيتم المطارده ديالو، لكن كيتمكن من الافلات منهم، خاصه من بعد ما صدق واحد من افراد العصابه وشير في راسو عن طريق الخطا. من بعد ما شافوا الجثه ديال صاحبهم كيسحب لهم ان جيك هو اللي قتلو. كيمشي باش يشوف افي وزاك في المكتب ديالهم، حيت كيعرفوا ان جيك ما قالهمش الحقيقه كامله. ثلاثه الاشخاص كانوا في الانشدار ديال جيك ملي خرج من السجن باش يقتلوه. بسبب داكشي اللي دار الماتشا تم الطرد ديالهم. باش يحمي راسو جيك عرض على ايديز صفقه باش يعطيهم 3%. ايدي بوحدو اللي وافق على الصفقه، وملي شافوا الاخرين جيك ملتزم بالاتفاق ديالو وافقوا جميع بلا انضمام، لكن هاد المره بنسبه 4%. في الواقع جيك كان كيدفع ايدي من اموال واحد اخر. بهاد الطريقه هذه ما كان كيخسر حتى حاجه، وهنا كيبان الذكاء ديالو. وصل الامر لواحد النقطه اللي ما بقاش عندهم الفلوس وتسلفوا من ماتشا اللي ولا مهتم بالراجل الغامض اللي كيجي الاموال الايديز. من بعد ما حقق جيك ثروة كبيرة قرر يسافر مع الأخ ديالو مع بنته. بول كيقوم بالقتل ديال إيديز لأنه ما سددش الدين اللي خدام عند ماتشا، وهو كيتعشى ماتشا بواحد المطعم اللي فخم. كيجي أحد من الرجال ديالو كيقول له أن جيك نجح في الهروب. سورتر كيلاحظ الخليلة ديال جون متنكرة كخادمة وكيتيري فيها. كيخرج من المطعم وكيتبع السائق ديالها، ومع ذلك التصويب ديالو مازال ماشي دقيق. قبل الوفاة ديال الخادمة كتيري ماتشا، ولكن الإصابة ديالو كانت غير في صبعو. من بعد كيمشي سورتر للمخبأ ديال اللورد جون باش يقتلوه ويقتل اللي معاه. اما بالنسبه لجيك مازال كيتواصل مع زاك وافي في اللحظه اللي كانوا كيلعبوا فيها الجولف فوق سطح احد المباني. كيشرحوا لجيك انه حتى واحد فيهم ما شاف الصديق ديالهم جولف لانه في الحقيقه غير موجود، بالتالي خاص جيك يغير من قواعد اللعبه. من بعد ما حاول افي وزاك يشرحوا له قوانين اللعبه، جاك كياخذ واحد القرار وكيمشي للبنك وكيسحب بقيه الاموال ديالو كيتبرع بها. من بعد ما قام بالعمليه وفي طريقه للغرفه ديال الماتشا دخل في حوار ذاتي مع نفسه. جيك في صراع مع الافكار ديالو اللي كتراودو اللي كتمثل الغرور. كيعتذر جيك من الماتشا الخداع ديالو سرقه الاموال، وكيعترف به كزعيم الجريمه، وكيعلموا انه تبرع بالاسم ديالو قبل المغادره. كيركب جيك في المسعد اللي تعطل بيه في الطابق 13 وهو كيقاوم لحظة الخوف. كيجي في بالو انه خاصو يتحرر اخيرا من اللعبة، وباش ينجح في الامر خاصو يتجرد كذلك من الغرور ديالو. وبمجرد تشغيل المسعد من جديد كيوصل جيك للطابق الارضي، كيلقى ماتشا في الانتظار ديالو وهو شبه مجنون في صورة غير متوقعة. في المشهد الغير مفاجئ بالنسبه لجيك اللي خدا قرار نهائي كيدوز بهدوء، الشيء اللي خلى ماتشا في حاله غضب لانه ما بقى فاهم والو. وفي هذه اللحظه بدات كيبدا ماتشا يبكي لانه تم الادلال ديالو تماما بطريقه مباشره. صباح اليوم الموالي بول كيجيب جريده الماتشا لجميع الصحف الاسم ديالو في العناوين ديالها. كيعرف بلي جيك ما كذبش عليه ملي قال له تبرع بالاسم ديالو. ماتشا فرح بهاد الفرح، لكن الفرحه ديالو ما غاداش تطول لحقاش بول قال له ان جيك عنده البضاعه وكان كيتلاعب بهم كاملين. كيمشي بول وسورتر وبقيه الرجال ديال الماتشا لزياره بيلي اللي يتمكن من اخفاء الابنه ديالو في الخزانه ملي يعرف ان احد الحراس خانوه. كيبداو في الضرب ديالو اثناء الاستجواب، وما تعقوش باللي انه ما كيعرفش مكان جيك والبضاعه. كتزيد درجه التعذيب اللي انتهجها بول، وبسرعه سورتر كيحس بعدم الارتياح، خصوصا ملي جالو البنت كتخرج من الخزانه بعد ما سمعوا الصوت ديالها.
كيرفض سولشر ايذاء البنت وكيتخلى على الغرور ديالو وكيبدا بقتل اللي معاه من الرجال بطريقه منظمه وفعاله، لكن كيرتكب خطا في النهايه وكيتقتل. في هذا الاثناء ليلي كتزور ماتشا ومعها باقه من الورود ديال سلاغولد اللي ما كيبغيش يسمع الاسم ديال ماتشا في جميع الصحف وفي كل مكان. كتفاجئوا ليلي وكتقول له بان وقت ماتشا سالا وما غتكونش عنده فرصه ثانيه، الشيء اللي خلاه في حاله من التوتر والارتباك. كياخذ كل من افي وزاك وجيك البيض على الكازينو ماتشا ملي كيفوز افي اخيرا على جيك في لعبه الشطرنج، بينما كيعترف له بالتفاصيل الاخيره ديال القصه. كيعترف له انه هو وزاك هما اللي كانوا معه في السجن في زنزانات مجاورين ليه وكانوا باغيين ديما ياخذوه معهم، لكن جيك ما كانش جاهز لقبول الحقيقه، الشيء اللي خلاهم مجرد اوهام في الخيال ديالو. لسوء الحظ ما لقاش الوقت باش يستوعب هادشي، لانه في ديك اللحظه كيجيو حراس الكازينو باش ياخذوه ويشوف باتشا اللي كيحتاج بنت الاخ ديالو. ماتشا كيحس بشعور ديال الاذلال لانه استنتج من خلال الادراك ديالو ان جيك ما يقدرش يأذي رجل ميت. في هاد اللحظه كيتيري ماتشا في راسو بدون تردد. غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه. الى عجبكم المحتوى ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب وكومنت تشجيعا لنا، ما تكونش مجرد زائر ولكن كون جزء من العائله.